في ظل انخفاض قيمه الجنيه وفي ظل المشاكل اللي بتحصل بسبب ارتفاع الدولار، خليني اقول لك ازاي كماركتير او مسوق او حد عايز تسوق لحاجه تتعامل في وقت الازمات. في البدايه لازم تعرف ان السوق مش دايما بيضحك، واكبر البراندات العالميه طبيعي بيحصل لهم وقت ضعف، بيحصل لهم ان مبيعاتهم بيحصل لها ركود، وطبيعي جدا كمان ان هم ما يحققوش التارجت بتاعهم، ومشاكل كتيره جدا. ممكن يكون بيحققوا تارجت في سوق وفي السوق الثاني هم خسرانين فيه. وفي الفتره دي الشركات الكبيره بيستخدموا حاجه اسمها تقليل النفقات، ومش معناه ان هم معهمش ميزانيه ان هم يصرفوا او ان الفلوس عندهم فيها مشكله، لكن الفكره كلها في الكلاينت اللي هيشتري او في العميل اللي هو المستهلك بتاع المنتج بتاعهم. ممكن يكون المنتج بتاعهم مش حاجه اساسيه، ففي الفتره اللي هي موجوده فيها طبيعي جدا ان الناس مش هتروح تشتريها، لان المستهلك في الفتره دي بيبتدي يقلل مشترياته وبيبدا يدفع الفلوس في الحاجه المفيده ليه وبس، فبيكون في خلل في المنتجات الغير اساسيه اللي لو انت حاجه منهم لازم تاخد بالك منهم جدا جدا ازاي تسوق ليهم في الفتره دي. وعشان كده قلنا قبل كده انك لازم تحط نفسك مكان العميل. مكان العميل هنا بنتكلم على نقطه مختلفه جدا، هل فعلا العميل بتاعك مستعد يدفع المبلغ اللي انت عايزه في المنتج بتاعك ولا لا؟ ولو هيدفعه ليه؟ وهل فعلا هيبديه عن اساسيات ثانيه زي الاكل والشرب وزي حاجات ثانيه ممكن تكون اساسيه؟ ولا هو محتاج المنتج بتاعه؟ هل فعلا انت الاختيار الامثل اللي هيديله الثقه واللي هيحس ان فعلا فلوسه اللي بيدفعها ما بيرميهاش في الارض؟ خد بالك من النقطه دي مهمه جدا جدا، لانك مثلا لو بتبيع كوتشيات والكوتش بتاعك كويس وجميل وهو الناس فعلا محتاجاه، حاجه مش اساسيه لكن الناس محتاجه كوتشيات، مش هتمشي حافيه يعني، لكن في نفس الوقت في منافس ليك بيبيع الكوتشي بجوده افضل وفعلا حاجه تستحق انها تتلبس، تفتكر هيروح يشتري مين؟ هو ما عندوش اصلا تجربه الاوبشن انه يجرب معاك ويطلع الكوتش بتاعك حلو او وحش. هو الفكره كلها هو عايز يدفع وهيبقى مضطر انه يدفع، لكن هو عايز ياخد افضل قيمه قابل ارخص سعر. ولازم تكون عارف ان اختلاف الطبقات والطبقات اللي بتنزل تحت بتواجه مشكله كبيره جدا، مشكله في ان هي مش عارفه تتكيف مع الحاجات الظروف الجديده، مش عارفه تتكيف مع الظروف القديمه. وفي النهايه بعد كل ازمه اعمل هرم للاولويات وشوف المنتج اللي انت بتبيعه موجود في انهي اولويه من الاولويات دول، وفي الاخر فكر وحط نفسك مكان العميل بتاعك وابدا فكر هو ممكن يشتري الحاجه دي ولا لا، ولو اشتراها هيشتريها ليه، ولو ما اشتراهاش هيبقى ما اشتراهاش ليه. وطلع وحلل وفكر بمنتهى الهدوء، وصدقني في الاول وفي الاخر الرزق ده بتاع ربنا، وانت كل اللي بتعمله بس انك بتعمل اللي عليك. كده كده الناس هتشتري، والناس الحاجات اللي ممكن تكون بالنسبه لك انت مش اولويه بالنسبه لناس ثانيه اولويه. كل اللي عليك بس ان انت تركز وتذاكر المنتج بتاعك، لو مكتوب له انه يتباع فهيتباع.